لو بتحب القهوة أو بتفكر تفتح كافيه فالفيديو ده بجد ليك. أنا رحت معرض القهوة اسمه كافيكس، معرض القهوة والإسبريسو وتجهيز الكافيهات والمطاعم. هاخدكم معايا في جولة سريعة نتعرف فيها على أهم المعدات والتوريدات اللي فعلا هتفيد أي حد ناوي يدخل المجال ده. من أول ما دخلنا المعرض احنا فعلا حسينا ان احنا دخلنا مغارة علي بابا، بس طبعا كان الجو حر جدا، فقلنا لا احنا لازم نشرب حاجة بقى ترطب على قلبنا. لقينا يعني مكان معروف جدا في مجال القهوة اسمه ميد كوفي او ميديترينيو او 1883، كلهم يعني مشتقين من بعض. المهم احنا وقفنا بقى، خدنا السلاش بتاعنا ووقفنا كده اتفرجنا على الماكينات الاسبريسو الحديثة. وبعد كده ابتدينا ان احنا نلف شوية اكتر في المعرض. لقينا حاجات كتيرة قوي مميزة برضو في المكان ده، زي مثلا الاورجانيك سموذي اللي احنا شايفينها دي كلها بفليفرز مختلفة كتير جدا، يمكن انا اول مرة اشوفها في مصر بالذات. وانواع بقى تانية مثلا زي بن العميد، لقينا عليه طبعا زحمة كالمعتاد، الناس بقى واقفة بتشرب قهوة تركي. واللي اكتشفته كمان ان هم ابتدوا يعملوا كوفي كابسولز، وابتدوا يعملوا يعني اكياس 3 في 1 للناس اللي هي بتحب ال3 في 1. بعد كده رحنا على مكان اسمه ريتشوال، وده من الحاجات المشهورة جدا اللي هم بيعملوا كابينج في مصر، وليهم برضو براند باسمهم وبيحمصوا قهوة. الناس واقفة هناك بتتذوق القهوة عن طريق الكابينج، وبيقيموها وبيكتبوا بقى كل حاجة فيها اكتشفوها ايه بقى، من الحموضة للمرارة. وكلمة اصلا كابينج دي في عالم القهوة دي يعني معناها تذوق احترافي للقهوة. يعني ان هم بيعملوا تقييم للجودة بتاعتها وللطعم. والكابينج ده بيبقى عن طريق ان احنا مثلا بنطحن البن طحنة متوسطة الخشنة، وبنحط البن في اكواب كده مخصصة للكابينج، وبنحط مية سخنة من غير ما نقلب. وبعدها بقى بنشم اللي هي الروايح بتاعة القهوة او الاروما اول ما القهوة دي تتبل. بعد يعني دقايق كده بيبدأوا ان هم يكسروا الطبقة اللي على السطح او القشرة ويشموا تاني، وبياخدوا بقى رشفات كده صغيرة بطريقة معينة عشان الطعم يملأ الفم كله. الهدف من الموضوع ده ان هم بيقيموا النكهة، الحموضة، زي ما قلت لكم، القوام، الحلاوة بتاعة القهوة دي فيها عيوب ولا لا. بيستخدموا دايما موضوع الكابينج ده في المحامص والمعارض والمسابقات وكل الكلام ده. وكان فيه برضو زحمة كتير، وكانوا عاملين حاجة لطيفة قوي كده، عبارة عن زي جيمنج كده. لو انتوا عرفتوا يعني تنشنوا صح من الاخر تاخدوا كيس قهوة هدية. وبالفعل احنا لعبنا واخدنا بلند اسمه سان رايز، كان لذيذ قوي، وطبعا هقول لكم تجربتي عليه الفترة الجاية. بعد كده بقى لقينا حاجات بيكريز كتيرة موجودة ودقنا، وفعلا في حاجات من البيكري طعمها كان حلو جدا ومميز. وبرضو من ضمن الحاجات التانية كانت لتجهيزات وتوريدات المطاعم والكافيهات، بيعملوا بقى تارت، وبيعملوا كيكس وكرواسون وحاجات كده كتير قوي، تقدروا ان انتوا تنقوها من الاماكن دي ويجهزوها لكم بالطلب. بيبقوا عاملين زي عينات بتقدروا ان انتوا تدوقوا منها، وبالفعل كان فيها حاجات كتيرة جميلة جدا. ومش بس كده، ده برضو في اللي هي الجاتوهات اللي انتوا شايفينها دي، اشكال والوان وانواع خطيرة والطعم جميل جدا. المكان ده كان اسمه جريس سيلكشن، ده فيه كل حاجة من خامات الحلويات زي ما انتم شايفين كده، بتقدروا ان انتوا تنقوا. وكمان برضو بيدوكوا الخامات اللي هي بتاعة الايس كريمز والكلام ده كله. وبرضو كان فيه براندات مصرية كتير يعني لسه برضو في السوق نازلة، ما بقلهاش فترة كبيرة قوي، لكن برضو اثبتت نجاحها في ان هم بيعملوا سبانيش لاتيه صوص وكراميل صوص وتشوكلت صوص، وكمان الفرابيهات الباودر والحاجات دي كلها. وبالفعل ناس كتيرة ابتدت تشكر في البراند ده جامد. واحنا برضو ماشيين في المعرض لقينا كده زي سيمي بودكاست، ده عبارة عن كانوا بيسألوا سؤال من ضمن الأسئلة كده، لو عرفتوا الإجابة في الكومنتس اكتبوا لي الإجابة في الكومنتس تحت الفيديو علشان خاطر أديكم هدية حلوة جدا قيمة قوي. والسؤال كان عبارة عن ليه الشيف بتاع المطعم بيكون لازم الهدوم بتاعته اللي يكون لابسها لازم الهدوم دي تكون مكوية. لو عرفتوا الإجابة اكتبوا لي في الكومنتس تحت، واللي هيجاوب صح ليه هدية. وطول ما احنا ماشيين بقى في المعرض برضو براندات إيطالي كتيرة جدا بتعمل
يعني ايس كريم حقيقي ايطالي، وبتعمل بقى المكسرات بتاعته كلها وكل الكلام الجميل ده. واحنا طبعا ماشيين في المعرض لقينا رو بلس الغني عن التعريف اللي عنده ماكينات ليلت وماكينة ليلت بيانكا اللي هي يعتبر ماشين احلامي ان شاء الله اجيبها الفترة الجاية بعد اللي عندي. وطبعا رو بلس معروف ان هو عنده ادوات كتيرة جدا للقهوة الاحترافية، سواء بقى الاسبريسو او الفلتر او اي ادوات خاصة بالباريستا، كلها موجودة، وحتى ماكينات القهوة كل حاجة هتلاقوها عند رو بلس متاحة على الويب سايت بتاعهم. وبرضو لقينا سي تاون او كوفي تاون، ده برضو بيبيع قهوة مختصة حلوة جدا جدا، وكان برضو عارض اللي هو زي نظام الكابينج برضو، وكان برضو عارض الحبوب والتحميص بتاعها. من ضمن الحاجات كان عندهم معالجة اسمها يعني بالانفيوجن اللي هي انفيوزد كوفي او يعني كوفرمنتد كوفي. طبعا كان عندهم انواع كتيرة جدا زي السنجريا، وكان عندهم مانجا، وكان تروبيكال وكوكونات وانواع كتيرة جدا. وطبعا كانوا جايبين يعني زي ماكينة كده احترافية بتعمل الفلتر كوفي اوتوماتيك على طول بطرق كتيرة معينة، انتوا لو حابين تحددوها بتحددوها زي ما انتم شايفين كده، مثلا الكوكونات، وكان في المانجو، ودقنا طبعا انواع كتيرة جدا منها، وجربنا برضو التروبيكال، كان برضو انواع تقريبا البلو بيري تقريبا على ما افتكر برضو كان موجود هناك. ودي برضو طريقة تشغيل الماكينة بتاعة الفلتر كوفي. وكان برضو موجود بعد المكان اللي احنا كنا فيه مكان كده برضو بيبيع ميلك، مثلا الالمون ميلك والكوكونات ميلك. وكان فيه برضو براند كده لسه نازل جديد اسمه جوتي، ده بناء النطق بتاعه بناء على الباريستا اللي كانوا واقفين هناك، اسمه جوتي. ده براند برضو مخصص في اللي هو السيرب والصوص والكراش وكل الحاجات دي كلها. لان انت اصلا لو عايز تفتح كافيه او مهتم بموضوع القهوة والمطاعم والكافيهات، الموضوع بس مش مقتصر على اللي هو القهوة بس او السبيشاليتي كافي بس او التركي او الاسبريسو او الماكينات. لا، ده في حاجات تانية كتير في المنيو بتنضاف، يعني مثلا المشروبات الباردة الناس بتحبها بعيد عن القهوة، فلازم طبعا يكون عندك يعني في التجهيزات بتاعة المشروع بتاعك لازم يكون فيها طبعا سيرب وصوص وكل الحاجات دي كلها. فانت بقى بتيجي في المعرض بتدوق الخامات وبتتفرج عليها وبتشوف الاسعار والعرض والطلب، بحيث تقدر تحدد انت هتستخدم ايه بالظبط في المستلزمات بتاعتك في المشروع بتاعك. فطبعا احنا وقفنا كده نتفرج على الباريستا وهو بيعمل حاجة اسمها دراجون فروت، وضاف له بقى شوية سيرب كده، وضاف له برضو شوية عصير معلب، بحيث يعمل عصير الناس تدوقه وتدوق التيست بتاعه وتشوف فعلا هل البراند ده يستحق التجربة ولا لا. وهو بالفعل براند مصري، وعجبنا برضو الطعم بتاعه. كان عاملهم بقى في الكوبايات اللي هي الكرتون الصغننة دي للناس، بحيث ان هي تدوق وتجرب وتتعرف اكتر على المنتج. فاي حاجة فعلا انت عايزها عشان خاطر ان انت تفكر تفتح مشروعك هتلاقيها بالفعل في المعرض ده. حتى في حاجات تانية كتيرة لسه انا هصورها لكم، خليكم معايا برضو لنهاية الفيديو علشان تتعرفوا اكتر على الجولة المتكاملة اللي تقدر من خلالها تفتح مشروعك. بعد كده برضو كان موجود هناك عارضين برضو واخدين مكان هناك بتاع طبعا ريتش بيك الغني عن التعريف. كانوا عارضين كل حاجة بقى تتخيلوها ولا تتخيلوها من جميع المنتجات اللي عندهم. والموضوع زي ما قلت لكم هو متشعب لحاجات كتيرة، يعني بعد ما اتفرجنا على الحاجات اللي احنا شفناها مع بعض دي من شوية والقهوة المختصة، ولسه في قهوة مختصة تانية هنتفرج عليها في براند إلي. كان ده براند من أشهر البراندات على مستوى العالم، وهو براند إيطالي موجود من زمان جدا وليه كواليتي محترمة جدا. بيستخدم يعني بتعمل اسبريسو وبتعمل ماكينات وبتعمل كنزات للقهوة بيستخدموها في الكافيهات والمطاعم. براند مشهور جدا وغني عن التعريف، وبرضه بيعمل كنزات وكوفي كابسولز للماكينات المنزلية.
ليها برضو شعبيتها جامدة جدا. بعد كده برضو لقينا من ضمن الحاجات اللي هي برضو بتاعت السيرب والصوص والميلك تشيكس والكلام ده كله حاجة اسمها براند اسمه دو ميكس. لقيت برضو عنده تشكيل متنوع كتيرة جدا. ودقنا برضو الطعم بتاعه فعلا لذيذ ومميز جدا. وبعد كده بقى دخلنا على الأشهر في العالم وهو مونن. ده يعني أشهر سيرب وصوص وكده ممكن تستعمله على مستوى العالم، وهاي كواليتي جدا وفعلا طعمه مميز اكتر من حاجات تانية كتير. عنده جميع انواع السيرب والصوص اللي تتخيلوها واللي لا تتخيلوها موجودة علشان تقدر تستخدمها في المطعم بتاعك او الكافيه، او حتى لو انت مستخدم منزلي. طبعا عاملين هناك زي بار موجود بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تقدروا ان انتوا تدوقوا اللي انتوا عايزينه من يعني متحضر جاهز، او حتى تطلبوا من الباريستا ان هو يجهز لكم المشروب اللي انتوا عايزينه وتدوقوا التيست بتاع البراند ده. كل حاجة تتخيلوها زي ما قلت لكم، من سينامون رول لشيري لفراولة لبطيخ لأناناس لموهيتو لكل حاجة للبرتقال، أي حاجة أي طعم تتخيلوه ده. حتى هو كان فيه برضو اللي هو الصوص بتاع الفستق كده ادهولنا مشكورا نجرب برضو التيست بتاعه بالشكل ده. طبعا هو مش اللون بتاعه ما تحسهوش ان هو يعني لون الفستق طبيعي 100%، لكن الطعم فعلا كان مميز جدا وفعلا مستخدمين خامات روعة. وانا طلبت برضو بينا كولادا، دي من الحاجات اللي هي عشقي، بس طلبت ما يحطليش فيها اي نوع من انواع الملك، كنوع بس ان انا اجرب الخامة نفسها بتاعتهم من غير اي اضافات تانية. وكان بقى عندهم ماتشا وحاجات تانية للناس اللي بحب بقى الماتشا والقصص دي كلها، بس انا ما بحبش الماتشا بصراحة فما طلبتش بقى ان انا اجربها. وطبعا زي ما انتم شايفين جميع انواع الادوات بقى والماكينات الاحترافية واللي هي الماكينات بتاعة المطاعم والكافيهات كلها موجودة هناك، من اقل سعر لاغلى سعر موجود، في حاجات شبه الطيارات اصلا هناك يعني. وبرضو ده نوع براند برضو سيرب وصوص اسمه منوتي. برضو ابتدى يتشهر في مصر الفترة الأخيرة. وبعد كده برضو سولو الغني عن التعريف برضو كانوا بصراحة من يعني الأقسام المميزة جدا في المعرض، لأن هم كانوا بالفعل تقريبا مغطيين نسبة كبيرة جدا من المعرض من حيث المشاريف، فكانوا بجد رامين تكلفة غالية جدا. مع اني انا اصلا مش من محبين سولو قوي، لكن برضو لازم نعطي كل ذي حق حقه. وكانوا عاملين مسابقات كتيرة جدا عن طريق ان انت بتلف كده زي عجلة معينة يعني بتطلع لك منها هدية، وكانوا جايبين اجانب بيعملوا زي برضو شوهات كده عشان الناس تنبسط. ومن ضمن برضو الحاجات اللي هي لتجهيزات المطاعم والكافيهات بقى الكوبايات اللي هي الجلاس والحاجات البورسلين مثلا من كاتكو مصر، والحاجات اللي هي بقى البورسلين بتاع فتحي محمود بقى، جميع انواع الكوبايات بقى الكابتشينو والاسبريسو واللاتيه والحاجات بقى اللي بتدخل الفرن والميكروويف والاطباق اللي هي السيرفيسات بقى والحاجات اللي بتتقدم على الترابيزات. كل حاجة بقى موجودة هناك، وتقدر ان انت تطلب منهم من الكتالوج ويجيبوا لك اي حاجة او ينفذوا لك اي حاجة بالطلب. وبرضو مشاريع يعني زي برضو اقسام هناك بيبقى حاجة زي مشروع كده ان انت بتعمل الكابسولز بتاعتك، انت بتصنعها your own brand بتاعك، انت تعمل كبسولات مخصصة ليك. وكمان من اللي احنا شفناه في المعرض برضو اللي هي التامبرز، اللي هي الحاجات اللي بتضغط القهوة في البورتافلترز وتروس القهوة والمطاحن، والتامبرز اللي هي الغنية عن التعريف اللي هي بتضغط القهوة اوتوماتيك للكيكة بتاعة الاسبريسو يعني. وماكينات زي ما قلت لكم كتيرة جدا. وبرضو ما نسنوش اللي هو الحاجات التركي زي ارزم اوكا اللي هي ماكينات القهوة التركي الشهيرة. وكمان اللوجانو ده برضو براند برضو ايطالي، في بقى اللي هو الباودر والكابسولز وكل الحاجات اللي هي بتاعة القهوة. براند برضو مشهور جدا واتشهر في مصر الفترة الأخيرة. وبراند برضو كاروما الغني عن التعريف، يمكن من أوائل الناس اللي نزلته في مصر كان سترونج كوفي. مستر فريد عبد الغفار برضو كان عنده كاروما وأنواع كتيرة جدا منها، ويعتبر من أوائل الناس اللي يعني دخلت المنتج ده. وهاوس براندد برضو كان موجود برضو في سترونج كوفي، لو حابين ان انتوا تدوقوه يعني تتعرفوا على البراند ده. في سترونج كوفي موجود أنواع كتيرة جدا منه.
منه. وغير كده برضو في ناظم كوفي، ده برضو بتاع قهوة وقهوي تركي وكل الحاجات دي. وبرضو في زي براند اسمه بلند، برضو بيعمل قهوة تجاري، بيعمل برضو كوفي كابسولز، وبيعمل العلب والكنزات والبينز بتاعت القهوة، تقدروا ان انتوا تدوقوا برضو وتتعرفوا عليها. وهناك برضو كان موجود مطاحن قهوة، سوري اقصد زي محامص قهوة، طبعا احجامها واشكالها وانواعها والوانها. تتفرجوا على المحامص بتاعه القهوه، وكان عندهم فعلا مطاحن زي ما انتم شايفين كده. بتقدروا برضه ان انتوا تتعرفوا عليها وتاخدوا فكره عن المنتجات اللي انتوا عايزين تشتروها. كل حاجه فعلا موجوده هناك في المعرض ده. وماكينات الاسبريسو الروعه اللي موجوده هناك زي ما انتم شايفين كده، والحاجات بقى زي ما قلت لكم بتاعه تجهيزات المطاعم والكافيهات والتيبلز وكل الحاجات دي. وهسيبكم بقى تتفرجوا كده على اخر دقيقتين من الفيديو علشان نقفل الفيديو. عايزه اكلمكم في كلمتين. يا ترى ايه مستقبل القهوه في مصر؟ يا ترى بالفعل مستقبل القهوه في مصر مجدي؟ هل بالفعل شايفين ان في براندات كتيره ابتدت ان هي تفتح في السوق؟ انا مش هجاوب، انا هسيب لكم الاجابه دي في يعني انتوا تردوا عليا في الكومنتس تحت وتشاركوني بارائكم. هل بالفعل شايفين ان مستقبل القهوه والكافيهات والتوريدات وكل الحاجات دي في مصر فعلا مجدي ان هو ينافس الاسواق العالميه ولا لا؟ او هل شايفين ان بقى في تنوع كتير ولا لا؟ او هل شايفين ان ثقافه القهوه في الاسواق ومستلزماتها بقت في مصر فعلا يعني اتحطت على اللاين اللي هو الانترناشنال ولا لا، او العالمي ولا لا؟ هل بالفعل حاسين بتطور في عالم القهوه بصفه مستمره على مدار الكام سنه الاخيره ولا لا؟ حتى حاسين ايه رأيكم في القهوة المختصة حاليا؟ هل في انواع معينة من القهوة المختصة جربتوها في مصر وبالفعل ابتدت ان هي تعجبكم وانواع كده تعلق معاكم ولا لا؟ اخبار القهوة التركي معاكم ايه؟ حاسين بالفعل ان في كواليتي نظيفة بقت موجودة ولا الانواع بقت في النازل؟ شايفين الاسعار عاملة ازاي بصفة عامة في السوق؟ لو انتوا بتنزلوا تشتروا اللي هي التولز والمعدات بتاعة الكافيهات والمطاعم، هل شايفين الاسعار دي في متناول الجميع ولا الاسعار اوفر؟ ولا لما بتيجوا تشتروا وتنزلوا بقى تبضعوا بنفسكم من الاماكن اللي انتم شفتوها في المعرض دي بتلاقوا ايه في الاسواق؟ هل بتلاقوا بالفعل خامات محترمة ولا لأ؟ كل الكلام ده أنا عايزاكم تناقشوني فيه في الكومنتس تحت وتقولوا لي رأيكم إيه. الناس اللي راحت المعرض والناس اللي اتفرجت على المعرض ده عن طريق الفيديو اللي احنا عاملينه ده، إيه رأيكم وإيه الأخبار وشايفين إيه؟ قولوا لي انطباعاتكم عن المعرض بصفة عامة وعن مستقبل القهوة في مصر برضو بصفة خاصة. حابة أسمع منكم وحابة أسمع آرائكم. لو عجبكم الفيديو بليز ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوني في الكومنتس بآرائكم زي ما قلت لكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي، علشان ده بيدعمني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديو جديد. باي باي.